بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. صلى على النبي الأول. وتعالى أقول لك شوية الأخبار ديت. قرار توجيه الشكر لمارسيل كولر داخل إدارة الكرة أصبح أقرب من أي وقت مضى. زيزو يغيب عن مران الزمالك اليوم الثاني تواليا. رامي ربيعة جدد عقده لمدة موسمين مع إمكانية التمديد عام آخر. إعارة كريم الدبيس للإصابة في الأنكل، وسيخضع إشاعة يوم الأحد من أجل تحديد حجم ومدة غيابه. يحيى عطية الله تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، وحاول التحامل على نفسه واستكمال المباراة إلا أنه لا يستطيع. فحص طب اليوم. تعرض أحمد القندوسي إلى إصابة بكسر في الساق في مباراة سيراميكا وفاركو أمس على مستوى كرة القدم اليسرى، واستبقاء لاعبي الفريقين ومدربي الفريقين. كولر سنبذل أقصى قصار جهدنا حتى آخر مباراة في البطولة. تأخير تسجيل الأهداف رغم طرد لاعب من بيراميدز بسبب صعوبة مباراة الفريق، وأكد أن التغييرات كان هدفها زيادة الفاعلية الهجومية. مباراة اليوم أمام بيراميدز كانت قوية خلال الشوط الأول، إلا أنه لم يكن جيد. وتحدثنا مع اللاعبين بين شوطي المباراة لتصحيح الأخطاء. منتخب مصر تحت 17 سنة يصعد بكأس العالم في قطر بعد الفوز على أنجولا 2-1. مرموش يقود مانشستر سيتي لمعاقبة كريستيانو برأس خماسية ويسجل هدف. الدوري الممتاز، الأهلي يتعادل 1-0 مع بيراميدز. الدوري المصري، بعد تعادل الأهلي اليوم بعد صراع مع المرض وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق في غياب محمد عبد المنعم بسبب الإصابة في الساق. نيس يتعادل أمام ستاربروك بالدوري الفرنسي. لمتابعة الأهلي وبيراميدز، وفد من صن داونز يتواجد في الدفاع الجوي.